طيب يا عم انت عارف ازمه الشباب يعني، والشقه هتبقى بص يا ابني عشان واستنى يا أعرفك. حاج ثواني. قول يا حبيبي بتقول ايه؟ اللي هو يعني الموضوع طبعا انت عارفه ان الشقه والشباب لازم هأجر طبعا غصب عني، ولسه في بدايه حياتي، لسه مخلص دراسه من قريب. انت عارف يا ربنا ابني يبدي يصلح حالك. ثواني يا حاج. انتوا يعني اكيد شايفين يعني حال الدنيا، وشايفين ان الشباب يعني تعبانين يعني. أيوة يا حبيبي، ان شاء معروف. الله يعني اللي في الخير هيقدمه ربنا يعني. بإذن خلينا الله. في حضرتك الخير. شغال إيه؟ ثواني يا حاج. برضه. حضرتك شغال ايه؟ انا شغال في شركه دلوقتي، هو لسه متعين تعيين جديد يعني لحد ما اتعين بالكليه بتاعتي. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. طيب يا حاج انت كان طلباتكم ايه برضه عشان احنا نبقى حبيبي والله طلباتنا زي زي- اي حد يعني. طلباتنا زي اي حد، عايزين بنتنا تبقى مستريحه عندها كل نتقي حاجه. ربنا فيها يا ابني. يا عم احنا عايزين نتكلم في التفاصيل وكده، وعشان خاطر طب الاول ما شهر تكلمنا انا يا حبيبي، أخوه. عايز تفاصيل ايه؟ لا يعني الذهب ونجيب قد ايه. ماشي، زي والقايمة اي والكلام عريس ده واي كله. عروسه بتلبس دهب يا بابا. عادي انت يعني. شايف الدنيا عاملة شوف ازاي؟ انتوا مصاريفكم قد ايه يا ابني. استنى يا حاج. طيب احنا هنقعد كده مع بعض انا واخويا، واللي فيه الخير ربنا يقدمه ان شاء الله يا ابني، ربنا واحنا يصلح اتشرفنا حالك. بيك يا ماما، انت وحضرتك الله انت عم. بني يخليك يا ادم حبيبي. كويس برضك، وما شاء الله عليك، شغلتك كويسه ولو في خير يا ابني. ان شاء الله ربنا خير إن شاء باذن الله يا ابني. ان شاء الله. تمام ماشي. ربنا يوفقك. مع السلامه. ايه يا حاج؟ في إيه يا حاج؟ انت كل ما اجي اتكلم كده تعملي معايا كده. لا مش قصدي يا حاج حاجه، انا بس انا عارفه بس الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي، انت قاعد في البيت ما بتخرجش. معلش برضه يعني انت كده يعني حسستيهم كده ان انا ماليش كلمه ولا لا إيه؟ لا، انت الكل في الكل يا إيه حاج، يعني؟ ازاي ما تقولش كده؟ امال ايه يعني؟ اصل انت ممكن تقول ده بحاجه بسيطه، انا بعرف ان ماشيه ازاي يعني انا هضر بنات. بنتي؟ مش هتضر بنتك يا امال ايه حاج، طيب؟ زيها زي اصحابها يا حاج. طيب يا حبيبه قلبي، الناس برضه يعني شكلهم كده برضه يعني على قد حالهم برضه. ما انا قلتش ناخد حاجه يا وندي حاج. وندي في الكلام واديني فرصه انا هتكلم يعني. انت جاي تقول لي دلوقتي ايه رايك؟ تمام. طب في حماتك ولا في حماك؟ من ناحيه ايه يعني؟ ناس محترمه، انت شايف الاتنين كويسين. هو حماك اتكلم اصلا؟ انت مش شايف حماتك عماله حماتك ايه؟ يعني انا يعني مش عايزها تبقى حماتك الصراحه، ولا ده يبقى حماك. انت مش شايف يعني الست اللي عماله تتكلم وعماله تؤمر وتقول وعماله ايه يا عم في ايه؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه، وانا لما هاجي هتجوز حماتي ولا البنت؟ البنت محترمه. ما البنت وكويسة. هتطلع زي امها يا حبيبي. يا عم مفيش الكلام ده، انا اللي سستمها على دماغي في ايه يا عم؟ يعني انت فكك. دلوقتي لما هي تكون شايفه امها هي عماله تتكلم وتتحكم في ابوها، هي مش هتعمل كده ولا تعمل كده معاك؟ يا عم مفيش الكلام ده، ده بيرجع برضه لشخصيه الراجل، وانا طبعا مش هاخدها على يا حبيبي زي ما بيقولوا ايه اللي بالقدر على امها تطلع البنت يا لامها. عم مفيش الكلام ده يا عم والله العظيم زي ما بقول لك اسمع مني، ما تبصش تحت رجلك. بنات، بص الدنيا كلها مليانه بنات. اللي انا شفته ده دلوقتي ما ينفعش، ما ينفعش الراجل يسكت والست تتكلم. يا عم مفيش الكلام يا ده. فرحتي بقى لما خطيبتك بقى ان شاء الله ولا هتبقى مراتك ديت تبص تشوف ابوها قاعد ما بيتكلمش، امها هي اللي بتتحكم. طبعا امها تقعد بقى تميل في دماغها وتقول لها لا بقى لما يكون هو اللي مزعلك انت اللي خليه هو اللي يصالحك والشغل ده، ولما انت تكوني مزعلاه هو اللي يا عم ما يصالحك. تكبرش الموضوع يا عم، سلمها لله بس، ما تبصش انت بس يا حبيبي تحت بص، رجلك. يا عم حبيبي. والله العظيم الدنيا تمام والناس محترمه، بس انت ايه يعني مشي الدنيا كده وكله هيبقى تمام. عملت ايه يا ابني؟ والله ما رحنا انا وهدير وخلصنا كل حاجه الحمد لله، بس في مشكله. بس انا كنت متفق مع حماية على حاجه، وفي حاجه تانية تبقى حماك مختلفة. ايه؟ انت بتتكلم انا بقول لك انت عملتي ايه؟ إيه اللي جاب سيره حماك عشان دلوقتي؟ ما يعملش مشكله، بس يقول لي يا ابني انت اتفقت مع ما الراجل. تقلقش يا عمر، ما تقلقش، ماما هتظبط لك كل حاجه. يا حبيبتي عشان ما يجيش بس حماية يقول لي يا عمر احنا مش متفقين، قعدة رجاله قلت كذا كذا، لما ابويا جه وقعد يا معاه. حبيبي بقول لك انا اللي هقول لك هتعمل ايه وتسوي ايه يا بابا، مالكش دعوه بحماك. يعني اطمن يا حبيبي. اطمن ان شاء الله خير، كل حاجه هتعدي. يا عمر في ايه؟ يا هدير الكلام قدامك اهو، عشان ما يجيش بعد كده نقول الاتفاقات يا اختلفنا ابني عليها. اسمع مني، ماما هتظبط لك كل حاجه. مالكش دعوه بحاجه، بس شوف انت هتعملوا ايه وخلصوا اللي انتوا فيه ده بس. خلاص احنا يعتبر خلصنا كل حاجه، وان شاء الله يوم الأسبوع يسر الجاي يا جواز رب. بإذن مبروك الله. يا هدير. الله يبارك فيك يا ماما. الف ماشي. مبروك. تعوز مني اي حاجه؟ سلامتك يا ابني، مع السلامه. يا الهانم شرفت بالسلامه. ماما كنت فين؟ كنت بره. ايوه كنت بره فين؟ مش المفروض تستأذني جوزك؟ انت نازله فين وجايه منين؟ ايه يا عمر مالك في ايه؟ ايه الافوره دي؟ ايه الافوره ايه يا حبيبتي؟ انت ايام الخطوبه كنت كل دقيقه عمر انا نازله رايحه في الحته الفلانيه، عمر انا جايه منين، انا رايحه فين. حبيبي دي ايام الخطوبه، الجواز غير. لا والله. وانا لما اتجوز لازم استأذن عشان اروح لماما ولا اروح لبابا. في ايه يا عمر؟ ما تخليك ريلاكس كده. هو إيه اللي خليني ريلاكس؟ انت بتتكلمي في ايه؟ وطريقتك متغيره معايا كده ليه بعد الجواز؟ ما كانتش هدير اللي كانت في الخطوبه. عمر انت المفروض تبقى واثق فيا اكتر من كده، يعني مش مستاهله ان انا كل مره اجي انزل مال الثقه، استأذنك. مال الثقه بان مراتي تقول لي وهي نازله انا نازله يا جوزي رايحه في الحته الفلانيه. ونسيت، ايه المشكله؟ نسيتي؟ انا ما اعرفش تبقى مالك الفتره دي الصراحه. انت بتعملي ايه يا هدير؟
في ايه يا عمر؟ بتعملي مالك ايه يا يا حبيبي؟ هدير؟ ماسكه التليفون، في حاجه؟ عملتي غدا؟ لا. اما نتغدى إيه ان شاء الله؟ هنتغدى لما اخلص اللي بعمله. لا انت مش هتعملي غدا، انت هتطلبي دليفري صح؟ وادفع يا عمر، ده اللي انت عايشه فيه، حياه لا مبالاه خالص. والله العظيم يا رب، عند انت أمك. بتعصبني ليه يا انت عمر؟ قاعده عند امك او قاعده على التليفون وحتى ترويق البيت بتجيب واحده تروق البيت. ايه المشكله؟ وايه اللي المشكله؟ اما انت ست بيت ازاي انت؟ هو ست البيت بقت بتخدم دلوقتي؟ ست البيت هانم يا حبيبي، هانم. لا مش هينفع الحال ده بقى، انا زهقت. عايزه اشرب برتقانه. هدير اللي انا انا ما بحبهاش. يا عمر معلش. انا بدات اتخنق. انت عايز ايه دلوقتي؟ اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش، مفيش واحده بتعمل في بيتها كده. طب ابقى شوف لك واحده بتعمل في بيتها كده. استغفر الله العظيم يا رب. عارف انا هطلب دليفري عشان انا جبت اخري ومش عايز حاجه من وشي. اطلبوا يا حبيبي، واطلب لي معاكم النبي بيت زي عمر. ايه يا ماما؟ شفتي يا ماما؟ كل شويه يتخانق معايا عشان مش بعمل الاكل يا ماما. انا مش قادره والله، انت عارفه ان انا في البيت ما كنتش بعمل حاجه. يعني ايه ما يطلبلكيش اكل معاه؟ بيستعبط ده ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، بيت ابوكي يلزمك يا ماما. هاتي بعضك وتعالي وانا هوريله. يا سلام. ماشي خلاص، هلم هدومي واجي. بس اجيب كل حاجه؟ لا خلاص، انا هجيب شويه هدوم بس كده كام يوم عشان اقرصه. تعالي بس ومالكيش دعوه بحاجه. يلا سلام. حلو قوي لسه يا استاذ عمر، اما تجيلش. يا سيد تعالى لي دلوقتي. مفيش، بس هدير قمت لقيتها لمت هدومها ومشيت. يا سيد ما انا كنت نايم مش شايف، ما حسيتش بيها خالص. اكيد راحت عند امها. طب تعالى عشان الكلام مش ينفع في التليفون. تعالى دلوقتي عشان عايز اتكلم معاك. طيب ما تاخرش، سلام. انا مش مستغرب كلامك ده، لان انت حضرتك انت اللي اخترت. انا لما جيت قلت لك في الاول الست دي مش هتنفع. ليه؟ ان شايفه امها بتتحكم في البيت، شايفه امها راجل وابوها لا مؤاخذه مش عارفه اقول ايه. استحمل كل اللي يجرالك. مفيش واحده تسيب بيت جوزها وتمشي. يعني تسيب كل اللي انا بقوله لك ده في بند، والبند التاني ده ان واحده تسيب بيت جوزها وتمشي، ده حوار لوحده. خلاص مالوش لازمه الكلام في المواضيع. انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا اقول لي اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ حصل اللي حصل خلاص. المفروض تكلم الراجل طبعا. انا مش حماية؟ هقول لك حماك مين يا حبيبي، كلم حماتك. هو حماك ده موجود اصلا؟ انا من ساعه ما انت اتجوزت ما شفتش حماك. يعني دلوقتي ايه اللي هيحصل يا ماما؟ انا عارفه انا هعمل ايه، اسكتي انت مالكيش دعوه. يعني ايه اسكت يا ماما؟ انا لازم ابقى فاهمه. هو مش في قايمه؟ اصبري بس اما يجيلي. اسكتي انت مش عايزه تتكلمي انت خالص. يعني انت يا ماما هتكلمهم في القايمه؟ طبعا، وغصب عنه لما اجيب سيره القايمه هيرجعها غصب عنه، وتبقي برضك انت سيطره البيت كلها، متقلقيش. يعني انا اللي همشي كلمتي في الاخر؟ طبعا غصب عنه. ايه رايك في امك بقى؟ حبيبتي يا ماما. انت اللي اهلا. في يا استاذ عمر، مزعل البنت ليه؟ وانا اللي مزعلها؟ اه. اصول يا ماما ان انا اصحى من النوم ما تستاذنش الراجل اللي معيدها في البيت، ولا تاخد بعضها وتمشي اكنها عايشه لوحدها. يا عم انت احنا مش جايين ان احنا ايه، مش جايين نتعاتب ولا جايين نعمل الكلام ده اللي منه ده ما بيبطلوش. بص يا ماما، احنا اول ما دخلنا البيت ده في حاجات كتير انا شفتها ما عجبتنيش. اللي ما عجبكش يا حبيبي؟ حضرتك انت اللي بتتكلمي وعمي ما بيتكلمش. انا شايف ان هو ما قالش ولا كلمه، وقلت له طالما الست هي اللي بتتكلم في البيت البنت هتطلع زيها. بقول لك ايه، ما تغلطش يا ست انا ما ده راجل بغلطش. وسيد الرجاله، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا ست راجل وسيد الرجاله عندكم. ايه يا استاذ عمر، انت جايب لي اخو صاحبك يتكلم معانا هنا ولا ايه؟ على فكره ده مش صاحبي، ده اخويا، وكل مره بتيجي تغلطي في كده قلت لك ده اخويا، واخويا الكبير كمان، وليك كلمه. يحترم نفسه هنا. يا ست الكل بصي، انا محترم نفسي، بس دي حاجه لازم اقولها دلوقتي. الكلام اللي انا قلته حصل. مفيش واحده تسيب بيت جوزها وتمشي. وينفع ان هو يجيب اكل وما ياكلهاش؟ اكل ايه؟ يعني هي ما تعملش اكل ليه؟ تعبانه غصب عنها. ايه يعني؟ هي على طول كده، وانا بروح اكل عندهم وبشوف قدامي وما بتكلمش، مش عايز اخرب بيت اخويا. هي ازاي بتعمل كده؟ طالما حضرتك بتعملي كده في البيت يبقى البنت هتطلع زيك اوتوماتيك. وانا مسحته كده. مالوش دعوه ببيتي، انا بتصرف في بيتي، انت مالكش دعوه. طب الحل ايه دلوقتي يا ماما؟ يعني دلوقتي جاي اقول لك يا عم مفيش حل. بص يا ست الكل، زي ما بقول دخلنا لك ايه، انا بالمعروف ولا كلمت في زي ما دخلنا بالمعروف ولا كلمت في عزال يا ست نخرج بالمعروف. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. هو ده اللي انا شايفه. اخويا مش هيعيش عيشه مرتاحه مع بنتك. عاجبك كده؟ عاجبك ايه؟ عملت ايه عاجبك يعني؟ كده؟ خربت بيت بنتك
وقعدتي مرتاحه؟ خربتي بيت بنتك ها؟ وقعدتي مرتاحه. عاجبك كده؟ طب اهدى بس شويه على نفسك. تاني برضو، اهدى يا حلو. تاني برضو، تاني برضو صوتك عالي عليا ومرضتش اتكلم واقول ماشي سيبها، هي عارفه تربيه بنتها. ادي نتيجه ده. ما يعني تنساش أنا نفسك نفسك يا يا حاج، ما تنساش نفسك. لوش فلوسي ما كنتش اتجوزت. انا اللي شغلتها لك وانا اللي كبرتها لك وانا اللي خليتك توصلي في اللي انت فيه دلوقتي. كده يا ماما. في ايه؟ بنتي يا ماما. في ايه؟ ماما كده مشيتي عمر زعلان. انت قلتي لي انا عادي هفرط عليه جنبك بس. بقى يا حلوه واشربي. ماما كلامه صح. اشربي انت شايفه كده يعني؟ اشربي يا حلوه، انت عدمت ابوها. يعني انت أبوها فاكره ان انا اللي خربت بيتك يا هدير؟ في ايوه يا ايه؟ ماما، انت في قلتي ايه؟ لي انا هضغط عليه ده بس انت ما قلتيش ان الراجل، هو ده انت هيطلقني. الراجل. انت سمعتي اخوه بيقول لك ايه؟ انا كنت بتكلم مع الست اللي هي الست هي الراجل بتاعت البيت، يعني عدمت شخصيتي. وانت كنت فين طول عمرك يا حاج؟ كل ما اجي اتكلم بتعدمي صوتي. في ايه؟ كنت فين لما اتجوزتني؟ كان حالتك اتجوزتك؟ ايه؟ حالتي لوش ايه؟ فلوسي ما كانش يبقى ليك بيت. فلوسك انا اللي كبرتها لك وانا اللي وسعت لك المجال كبرتها بتاعي. لي. امال ايه؟ انت زي ما ها؟ بوظتي الدنيا كده صلحيها يا ماما بعد اذنك. ينفع انا مش كده عايزه بنتك؟ اتطلق. وبنتك عايزه جوزها وانت اللي هتفضلي تخربي فيها. ها؟ تعملي ايه تاني؟ يعني ده اخرتها انا السبب يا هدير؟ ايوه يا ماما، انت افورتي الحوار قوي كبرتيه. عشان عايزاه اعمل لك حاجه شأنك تبقي شأنك. كويسه في البيت. بنت شربت ماما انت مشروبك. قلتي لي ايه؟ قلتي لي انا هخليكي تسيطري في البيت، ما قلتليش ان انت هتطلقيني وتمشيني من البيت. ها؟ بنت شربت مشروبك. هو لو شريكي يا هدير ما كانش مشي ورا اخوه. لا الراجل لحد اخر لحظه بيتكلم. يا اخي روح بقى. واخوها تاني برضه بتقل مني برضه تاني. يعني اسيب اقول لك ايه؟ مع السلامه يا حاج، عايز تروح لهم روح حصلهم. ها؟ لا انا اهم حاجه سعاده بنتي. ماما لو سمحتي شوفي صرفه في الموضوع ده وحاولي حل يا حبيبي مشاكل بنتك. وما مع السلامه انت تتكلميش وبنتك تاني. بره. بص من فضلك. انت وبنتك بره بيتي، اتفضل يلا. انا اللي عملت الشقه دي وانا اللي جبت كل حاجه. مع السلامه يلا معاها. انا مش هتكلم معاكي تاني خلاص. واللي انت عايزاه انا تحت امرك. اما انت هتذلني بفلوسك تغور الفلوس وتغوري. انا مش عايزك في حياتي. اذا ما هدمتي بنتي الوحيده وبسببك اتطلقت. هدمتيها. تغوري الحاجه اللي تيجي من وشك. انت طالق وطالق بالثلاثه. تغوري بالفلوس اللي بتاعتك. ايه اللي انا عملته ده؟ ده انا خربت بيتي وبيت بنتي. ايه ده؟ ليه انا عملت كده؟ لا اله الا الله.